أولا السلام عليكم الحضور الكريم الموجود في القاعة. بالنسبة للاستعدادات ديالنا كنظن أن كتمر كجميع المنتخبات. كنحاولوا أننا نسترجعوا اللاعبين ديالنا اللي كانوا مع الفرق ديالهم. ما كانش عندنا الإمكانية باش كل شيء يحضر في وقت واحد ولا يحضر في واحد الوقت يسمح باش أننا نديروا استعدادات بطريقة مثلى، لكن علينا أننا نتكيفوا مع الوضع. عندنا لاعبين اللي كانوا حضروا البارحة، عندنا لاعبين اللي حضروا قبل البارح، عندنا لاعبين اللي حضروا 3 أيام. فما حدنا حنا كنستعدوا وكنتعاملوا، حنا كنجمعوا المجموعة وكتكتمل المجموعة. ولكن الاستعدادات الحمد لله كتمر في ظروف جيدة، ظروف كتحمل بزاف ديال الجدية، بزاف ديال المسؤولية وبزاف ديال الاحترافية. الأمور طيبة الحمد لله. أرحب في لاعب المنتخب المغربي الكابتن وليد أزارو. ممكن تكلمنا عن مباراة اليوم، عن مباراة بكرة، عن استعداداتكم لها؟ أولا السلام عليكم. كما قال السي طارق، الاستعداد ديالنا غادا في واحد النهج تصاعدي. كنظن أن جميع اللاعبين عارفين المسؤولية اللي عليهم، وعارفين أننا تابعنا واحد الشعب اللي هو كيعشق كرة القدم. اللاعبين في أتم الاستعداد ديالهم باش أننا إن شاء الله نقدموا أحسن مستوى كعائلة، كمجموعة، كفريق. التدريبات غادا بشكل جيد الحمد لله. اللاعبين عارفين اللي عليهم. كنظنوا ان شاء الله غنكونوا في اتم الاستعداد باش نقدموا احسن مستوى ونفرحوا جميع المشجعين ديالنا باذن الله. ناخذ فقرة الأسئلة. أي واحد نعطيه السؤال بس يعرف باسمه والمكان اللي هو فيه. تفضل. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام وموقع ماتش بريس. اولا على سلامة المنتخب الوطني بالارض القطرية. كوتش، اولا واش يعني على دفعات المنتخب الوطني، خاصة انه تجرت مباراة ديال عصبة ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية، ما اثرش على الاستعدادات ديال المنتخب، خاصة انه تصاب لنا لاعب، خلصنا الضريبة ديال اللاعب يوسف المهيري ديال نهضة بركان اللي كان في اللائحة. كذلك شفنا المنتخب او الفريق بيراميدز اللي سمح اللاعب وليد القرتي باش يلتحق بالمنتخب. واش ما هاد الدربكه كما كيقولوا ما خربقاتش يعني التدريب ديال المنتخب الوطني المغربي، خاصه ان كل الاعلام العربي يتحدث عن الانجازات ديال المنتخب؟ واش ما كتحسوش بواحد المسؤوليه على المنتخب الوطني انه جابته بالبطل؟ بالنسبه للسؤال الوليد أزارو، وليد انتم كتمارسوا في البطوله الاماراتيه، انتم لعبتوا كاس العرب هنا في قطر في 2021، لكم تجربه كبيره، لكم نفس الاجواء، يعني هنايا يعني ما كاينش مشكل في الاجواء. بالنسبه لكم كلاعبين، الانجاز اللي حقق المنتخب الوطني رابع عالميا في هنا على الاراضي القطريه، المنتخب اليوفان فاز بكاس العالم في الشيلي، السي طارق فاز بالالعاب الاولمبيه بالميداليه النحاسيه، المنتخب الاوديسات كان قريب هنا في قطر عاوتاني يمشي لولا الظلم التحكيمي الايطالي. هل انتم راضون على انكم تقدموا واحد المستوى اللي نمشيو ابعد نقطه ان شاء الله، ولما لا اللقب العربي؟ فأولا مشكور على السؤال ديالك. حقيقة أنه استعدادات كما سلف ليا وذكرت يعني ما مراتش في ظروف مثلى، لكن بين المهام ديال المدرب أو المهام ديال لاعب محترف هو أنه تكون عنده داك الجانب ديال التأقلم مع جميع الظروف. حنا الهدف ديالنا صريح وواضح، هو أننا نشرفوا كرة القدم بالطريقة اللي كتليق بالحجم ديال
المغرب كقاطرة ديال كرة القدم الإفريقية والعربية، والهدف ديالنا هو أننا ناخذوا الكاس إن شاء الله الرحمن الرحيم. كنعرفوا بأن هذا الكاس هذا ما يمكن له يتخذ إلا مرورا بمقابلة، والمقابلة اللي عندنا اللي تسمح لنا ندوزو ناخذوا المقابلة الثانية هي المقابلة ديال غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. فالتركيز ديالنا منصب على المقابلة ديال غدا، كنمشيو ايتاب بار ايتاب، يعني مرحلة بمرحلة. الهدف ديالنا الأول هو أننا ندوزو الدور الأول، ومن بعد تفتح لنا الأبواب باش أننا إن شاء الله بنفس العزيمة بنفس الإرادة أننا نمشيو المقابلة ديال الربع، وندوزو المقابلة ديال النصف، وندوزو المقابلة ديال النهائي، وإن شاء الله نتوجو بالكأس. أكيد أن المغامرة ما تكونش مفروشة بالورود، لأن كاينين منتخبات من عيار ثقيل ما يفوق 7. يكفي أنني نذكر أن كاين منتخبات في الخليج اللي ديجا مكاليفيا لا كوب دي موند، كاين كذلك منتخبات في افريقيا اللي ديجا مكاليفيا لا كوب دي موند. كنظن بان يعني لا كونكورونس ما تكونش سهله بتاتا. حنا واعيين بهذه الامور، ولكن في نفس الوقت عندنا واحد الثقه كبيره، واكثر منها عندنا واحد الحب كبير للوطن ديالنا ولتشريف الرايه الوطنيه ديالنا. لأن هذا هو الجو اللي سائد في المجموعة، والظروف بكل صراحة ماشي ظروف مثلى من أجل الاستعداد المنافسة من هذا الحجم. يمكن مثلا نعطي المثال ديال القمور، يعني عندهم من الحظ أنهم الآن مجهزين راسهم لمدة ديال 15 يوم، يعني أسبوع قبل المقابلة اللي لعبوا ضد المنتخب اليمني وهم مجتمعين مع بعضهم. من بعد المقابله فما دخلوا الاسبوع الثاني، في الوقت اللي احنا مثلا يمكن لي نقول لك بان الكرتي كيف ما ذكرتي يلا دخل البارح مع الوحده ديال الليل، يعني عاد نزل في خارج من المطار. فبن طايق حتى البارح عاد دخل ما تدربش معنا، حتى البارح عاد يدرب معنا اليوم، يديروا حصه فقط لازاله العياء. كاين لاعبين اللي جاوا قبل البارح كيف ما سبق لي وذكرت. فاحنا جينا يوم الخميس، ويوم الخميس دربنا فقط ب6 لاعبين وزائد 2 ديال الحراس، وبقينا هكا والمجموعه كتسادة. ماشي يعني استعدادات في ظروف مثلى، ولكن هذا ما كيمنعش مره واحده اخرى من العزيمه ديالنا وديال اللاعبين باش اننا وحنا تري فوكاليزي على المقابله ديال غدا ان شاء الله، باش اننا ناخذوا 3 نقاط ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. وكنظن ان جميع اللاعبين كما قال سي طارق انهم جاهزين، سواء اللي كانوا عندهم تجربه قبل في كاس العرب هنايا، لا بالنسبه للاعبين الجدد كفريق واحد. كنظن انهم كلهم عارفين المسؤوليه اللي عليهم وقادين عليها، وكما قلتي انه هذا كيبقى لنا الفخر ان جميع الكاتيجوري قدموا واحد المستوى اللي هو زوين، وهذا شرف. وجميع اللاعبين عندهم واحد القدره انهم يتماشوا مع هذا النهج هذا، وكنظن انهم كلهم عندهم القاب. فهذا غادي يعاوننا ان شاء الله، وغادي يساعدنا باش اننا نقولوا الكلمه ديالنا، وفي الاول وفي الاخر نمشيو مقابله بمقابله كعائله كمجموعه كفريق. حتى حاجه ما غاديش تكون سهله، ولكن بالجهد وبالعطاء وبالاحترافيه ان شاء الله غادي نقدموا مستوى ونكونوا في الموعد باذن الله. تفضل. السلام عليكم. امين مجدوبي، جريده المنتخب المغربيه. كوتش طارق، بدايه نتمنى لك حظ موفق في نهائيات كاس العرب. بكل تاكيد اسهم مكافآت كبيره في المغرب بعد التتويج ببطوله افريقيا للاعبين المحليين وبعد التالق في اولمبياد باريس. الان كيف تتعاملون مع الضغط للدخول للمنافسه على اللقب العربي؟ وما جديد الحاله الصحيه للاعب اشرف بن شرقي كسؤال ثاني. وبالنسبه لسؤال للاعبنا المميز وليد ازارو، وليد كيف تتعامل مع الوضع بعد حضورك لنهائيات كاس العرب معوضا ليوسف مهري؟ شكرا.
شكرا على السؤال ديالكم. بكل صراحة يعني الضغط فهو يعني عند عبد ربي واحد 15 سنة كلاعب محترف في أعلى المستويات. الآن راني وصل ل 15 سنة كمدرب. وفقني ربي أن يكونوا الاثنين لحد الآن فضل من الله. وفقنا الله أن يكونوا ناجحين. لكن ما نكذبش عليك بأن هاد الجوج الأشياء اللي ذكرتي، لا التألق في الأولمبياد ولا التألق في الشان، فكيجعل أنه يكون ضغط، ولكن ضغط من باب المسؤولية ماشي ضغط سلبي. فالضغط اللي كاين هو أننا يعني كنعرفوا حق المعرفة شنو كينتظرنا. الضغط اللي كاين هو أننا خصنا نكونوا في الموعد. الضغط اللي كاين هو أننا خصنا نكونوا عند حسن الظن. الضغط اللي كاين هو أننا كنعرفوا القيمة ديال الراية الوطنية. الضغط اللي كاين هو أننا نمشيو بواحد ليطا ديسبري اللي خصو يكون فيه 40 مليون كتنتظر الفرحة ديالها، الابتسامة ديالها، الفخر ديالها. فمن باب المسؤولية كاين الضغط، وضغط اللي إيجابي ماشي ضغط سلبي، اللي كيعطينا واحد لو درايف باش أننا نعملوا بجد ونعملوا بجهد ونعملوا بتفاني من أجل أننا نوصلوا للمبتغى ديال هاد لأن الاختيار باش تكون على رأس منتخب وطني أو باش تمثل كلاعب المنتخب الوطني فهو ما تيتعطاش لأي واحد. هو تشريف، ولكن في نفس الوقت فهو تكليف وحمل اللي ماشي سهل، وكيتعطى للناس اللي سبيسيال واللي خصهم يكون عندهم القدرة والمؤهلات باش أنهم يأديو داك لا ميسيون اللي ملقات على العاتق ديالهم وينجحوا فيها. فكنتمنى من الله باش ربي يوفقنا. احنا اللي أكيد بأننا ما غاديش ندخروا ولا جهد باش أننا نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع، وأولهم سيدنا الله ينصرو. شكرا. للأسف حتى أشرف بن سرقي عنده une blessure اللي غادي تحرموا باش يلعب أكيد المقابلة الأولى والمقابلة الثانية. مازالين كنتأكدوا من لا غرافيتي الصعوبة ديال لا بليسور ديالو، لكن هو كذلك على غرار لاعب آخر مهم اللي فقدناه من قبل واللي هو مهري. فهذه من الأشياء اللي كنا يعني ماشي فقط الطريقة ديال الاستعدادات قبل أول مقابلة اللي كان اللاعبين كانوا كيمشيو يلعبوا مع الفرق ديالهم واللي كانت كتنتج عليها العياء. كاين لاعبين اللي لعبوا في جنوب افريقيا، كاين لاعبين اللي لعبوا في زامبيا، كاين لاعبين اللي لعبوا في نيجيريا. فعلى بعد 3 أيام أو 4 أيام من أول مقابلة فصعب كثير. ولكن كان عندنا كذلك الهاجس ديال كيفاش نجاريو لا فاتيك ديال الفواياج وديال الماتش وهذا. مي كان الهاجس الكبير كبر من هذا الشيء هذا كامل، هو كيفاش نجاريو بحد الله يحفظ إلا تقصح لنا شي واحد. وللاسف بكل صراحه للاسف كنت كنتمنى النفس باش انه مهري يكون معنا، كنت كنتمنى النفس باش انه بن شرقي ما يتعطبش، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نحاولوا ان نتمنى من الله تكون فيها خير ان شاء الله الرحمن. بالنسبة للسؤال ديالك كما قلنا في الأول أنه إحنا بدينا كمجموعة واحدة كفريق واحد. جميع اللاعبين كانوا مستعدين باش أنهم يضحيو يساعدوا بغياتهم برا الملعب قبل الملعب. أكيد كنا كاملين بغيناهم يكونوا معنا. ميري لمن الشرقي والمنبر كنتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله. نختم مؤتمرنا الصحفي للمنتخب المغربي. شكرا لكم جميعا. التعادل ممكن ولكن الربحة صعيبة برشا. درجة مدريد والتعادل ممكن، مش ممكن، والثاني جود بيلينغهام. التعادل ممكن يا الريال،
الريال مدريد في مباراة الإثارة 2-2 بيلينغهام. التعادل ممكن يدخل إبراهيم